لماذا يصاب إبراهيم دياز؟ ولماذا يصاب حكيم زياش؟ ولماذا يصاب لاعبون آخرون؟ الأندية الأوروبية ليست حضانة، الأندية الأوروبية ليست دار الأيتام، الأندية الأوروبية لا تقوم بالأعمال الخيرية. أطرحتم السؤال على أنفسكم؟ الجواب بسيط جدا، لأن هؤلاء اللاعبين لا يلعبون كثيرا، وحينما نأخذهم في التوقف الدولي ونضغط عليهم بجرعات من الدقائق الكثيرة، حينما يعودون إلى أنديتهم مباشرة يصابون، أو حتى في التدريب أحيانا. لاعب لعب مباراة واحدة لم يكملها وهو إبراهيم دياز، يأتي مع المنتخب المغربي يلعب مباراة شبه كاملة، ثم يلعب 35 دقيقة ويأتي للمباراة الرسمية القوية. شاهدتم الشوط الأول أمام سوسيداد، الالتحامات التي كانت والرتم والنسق الذي لعب به الفريقان، طبيعي جدا أن يصاب اللاعب، طبيعي جدا أن لاعب لا يلعب إلا مرة ومرتين في الشهر أو الشهر ونص، وهو حكيم زياش. تأتي به المنتخب المغربي ويلعب كقائد المنتخب المباراة شبه كاملة، ثم يدخل في المباراة الثانية ليلعب 35 دقيقة فجأة دون مقدمات، إصابة في الظهر. من أين جاءت؟ الله أعلم. حتى التقارير الطبية ضعيفة وشحيحة من حيث المعلومات. حينما نأخذ هاتين الحالتين التي نتضرر فيهما نحن على مستوى المنتخب المغربي، ما عندناش مجموعة من اللاعبين قادرين فجأة أن يكونوا على مستويات الفريق الأول، لأن المباراة الثانية التي لعبناها أمام لوسوتو كشفت عن كثير من الأشياء. هنا سأوضح ما حاول البعض تأويله بطريقة خاطئة أو فهموها بطريقة خاطئة. حينما نربط مقارنة ما بين لاعب حينما يكون توقف الدولي وحينما يلعب المباريات يلعبها بجدية والتدريب بجدية، وهو في سن 39. لوكا مودريتش لعب المباراة كاملة أمس، ولعب المباراتين مع المنتخب الكرواتي وسجل هدفا خرافيا من ركلة ثابتة. والمباريات التي خاضها قبل التوقف الدولي مع ريال مدريد حينما كان يلعب على أعلى مستوى، أي أن الحالة العضلية للاعب جاهزة، لأنه يلعب باستمرار طوال كل هذه السنين، راكم أرقام خيالية من المباريات. فإذا أخذنا هذا اللاعب وأخذنا حكيم زياش أو أخذنا إبراهيم دياز أو أخذنا وناحي أو أخذنا أي لاعب آخر، هل ممكن أن نقارن بين الحالة العضلية للاعبين المغاربة ولوكا مودريتش؟ طبعا لا. والطاقم الطبي والطاقم الإعدادي في المنتخب المغربي يجب أن يفهم ذلك. الكتلة العضلية ليست كما هي، ليست مشابهة، ولذلك أنت لا يمكن أن تطلب من لاعب أن يلعب على هذا النسق وبهذا العدد الكبير من المباريات وبهذا الضغط في الرزنامة وتريده أن يبقى سليما، مستحيل. وهذا ما حصل لإبراهيم دياز وحصل لحكيم زياش، وسيحصل للاعبين آخرين سترون. حتى نايف أقرد شاهدنا خرج مصابا، وشاهدت منصيري خرج بعد الدقيقة 63 استبدله مورينيو، والمرابط الذي كان البعض يقول بأنه سيبدأ المباراة أساسيا دخل بعد الدقيقة 79 بعد أن ضمن النتيجة فريق فنرباتشي. ولذلك كرة القدم ليس فيها أسرار، فيها عمل، فيها تحضير، فيها معطيات. إذا كنا سنحكم على هذه المعطيات بالعاطفة نرميها في القمام، ولكن إذا كنا نريد أن نتعامل بواقعية وأن ننظر بعين البصيرة للأحداث وللأسماء وللاعبين، فإننا سنقف عند الحقيقة المرة بأن لاعبين لا يلعبون كثيرا. ولذلك نعود إلى السؤال الذي كنا قد سألناه عدة مرات، هو لماذا هذه القيمة السوقية للاعبين المغاربة منخفضة؟ ونعود للسؤال الأهم والكبير، أنت رابع العالم ولم يهتم بك أحد في الأندية الأوروبية، لم يعرك اهتمام أي نادي
في أوروبا بعد كأس العالم، بعد المركز الرابع. لازم أن نفكر في الموضوع ونقول لماذا. حكاية الجنسية الرياضية هذا كلام فارغ، ولا يمكن أن ينطبق على الأندية الأوروبية. حينما تتعاقد مع اللاعب هي عملية عرض وطلب، أعطيك مقابل تعطيني أداء. إذا كنت غير قادر على إعطاء هذا الأداء فأنا لن أتعاقد معك. وهذه الأندية ليست أندية غبية، تدير الملايين والمليارات، فحينما تستثمر في لاعب تنتظر منه النتيجة، وحينما تضع أموالها في لاعب فهي تتابع مسيرته، كم عدد المباريات التي يلعب، ما هو مستواه طوال الموسم، ما هو الأداء الذي يقدمه مع الأندية التي كان يلعب فيها أو لا زال يلعب فيها. آنذاك تقرر أن تدفع المبلغ وتأخذ اللاعب. وحينما نتحدث عن حالة أشرف حكيمي، كان في ريال مدريد، هو ابن ريال مدريد. ريال مدريد لديه مدافعين، فبدل أن يبقى اللاعب يلعب دقائق قليلة أعاره لدورتموند لموسمين، وبعد ذلك باعه في عز كوفيد ب 42 مليون يورو للإنتر. بمجرد أن مرت أزمة كوفيد استغل الإنتر الفرصة وباعه لباريس سان جيرمان بأكثر من 60 مليون، أعتقد 65 مليون 68. هذا هو المسار الصحيح، لأن لا الإنتر ولا باريس سان جيرمان راجع مسيرة أشرف حكيمي ورأوا بأن أداءه في تصاعد. حينما نأخذ لاعب آخر من المنتخب المغربي، صعود نزول صعود نزول، غياب، ثم يبدأ ظهور، أقول ظهور وليس بروز، يظهر يلعب ثم يغيب. هذا هو حال أغلب لاعبي المنتخب المغربي، ورغم ذلك لا زالوا يلعبون كأساسيين ويستدعون. أول من يستدعى في اللائحة هم هؤلاء اللاعبين. هذا هو السؤال اليوم، كيف سيتعامل وليد الركراكي مع معطى إبراهيم دياز ومعطى حكيم زياش؟ الآن فهمتم لماذا أثرت موضوع مباراة لوسوتو؟ مباراة لوسوتو التي كانت كارثة، لأن تعاطي وليد الركراكي مع اللاعبين الشباب كان تعاطي فاشل، لأننا لا يمكن أن نغير 9 لاعبين مقارنة مع الفريق الأول ونطلب منه أن يجد التناغم والانسجام والفعالية. لا يمكن. خذ أي مدرب في العالم، خذ أي جهاز ساهر على الكرة ويقوم بدراسة المعطيات سيقول لك هذا ضرب من الجنون. حتى لا تؤول كلماتي مرة أخرى. ما طالبت به أنا في تحليل مباراة الجابون، والتي مع الأسف لا أعرف، ربما أخطأت، تم محوها من قائمة الحلقات. ماذا قلت؟ ربما البعض قام بتسجيلها. ماذا قلت؟ كان على الركراكي أن يشرك الفريق الأولمبي مدعوما بعناصر الخبرة أو بما يسميه هو كوادر الفريق، ليعطوا الثقة ويحضنوا هذه العناصر الشابة. ماذا فعله في المباراة أمام لوسوتو؟ أدخلهم بلاعبين آخرين لا يلعبون كثيرا. هل ينسب عبد الحميد يلعب باستمرار مع المنتخب المغربي؟ لا. لذلك اليوم نقف عند خطورة ما قمنا به في مباراة لوسوتو. لو كنا أخذنا هؤلاء اللاعبين في المباراتين معا واحتضناهم لكان بإمكاننا أن نعطي الفرصة لينسجموا أكثر ويتألقوا أكثر ويتناغموا مع زملائهم. اليوم ما كنا لنثير حديث إبراهيم دياز أو حكيم زياش، لأن سيكون اللاعب الذي سنختاره ليلعب المباراة القادمة في شهر أكتوبر أو نوفمبر نعرفه ونعرف أنه جاهز وأنه سيعطي العطاء. اليوم من سيلعب مكان إبراهيم دياز؟ من سيلعب مكان حكيم زياش؟ لأن حكيم زياش مقدس بالنسبة لوليد الركراكي، هذا يجب أن نؤمن به.